السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة مقرمشات الأفران بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا سعرها في الأفران رفع جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هنعملها مع بعض النهاردة بمكونات بسيطة، بكوباية ونص من الدقيق هنطلع كمية حلوة جدا، وعايزة أقول لكم اقتصادية جدا وهتعجبكم قوي. يلا مع بعض نشوف المكونات. اول حاجه معايا كوبايه ونص من الدقيق المنخول، معلقه صغيره من اللبن البودر، نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من السكر، نص معلقه من الملح، معلقه صغيره من الكركم، ممكن تحطي كركم وبابريكا، وممكن تحطي شويه من الصلصه، معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه، ومعايا ميه دافيه للعجن. اول حاجه كده هقلع الخواتم واغسل ايدي كويس جدا عشان لو في اي بكتيريا، لان طبعا هستخدم ايدي. تمام. على الدقيق بقى هحط الكركم وهحط اللبن البودر والملح والسكر والبيكنج باودر، نص معلقه من كل حاجه ما عدا اللبن البودر معلقه صغيره، والكركم برده معلقه صغيره. وهبدا بقى ان انا اعجن بالميه. اول ما الاقي العجينه بدات تلم معايا بالشكل ده هنزل بالزيت والسمنه، ما استناش ان العجينه تطرى معايا زياده عن اللزوم. تمام. حطيت الزيت والسمنه، وبعد كده بقى هلم العجينه بتاعتي كويس جدا. شايفين لونها جميل ازاي؟ زي ما قلت لكم ممكن تحطوا كركم وبابريكا، وممكن تحطوا صلصه، اي حاجه انتوا حابينها مفيش مشكله. العجينه اتلمت معايا وبقت طريه وحلوه جدا. هغطيها باي كيس كده واسيبها ترتاح بس معايا حوالي 10 دقايق عشان تبقى سهله عليا في الفرد. على الرخام او الكاونتر بقى هحط رشه من الدقيق كده والعجينه بتاعتي، ورشه برده من الدقيق، وهبدا ان انا افردها على قد ما اقدر تكون رقيقه جدا، عشان طبعا احنا عايزينها تكون مقرمشه معانا. شايفين انا بحاول بقدر الامكان ان انا اخليها رقيقه جدا. بقطعه البيتزا او بقطعه المعمول او المنين، اي قطعه عندك هبدا ان انا اقطعها بالشكل ده، ممكن كمان بالسكينه، مربعات او سمبوكسات. هحطهم بقى في الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه من الزيت. وكمان ممكن ان احنا نستخدم قطاعه الدوناتس او اي قطاعه عندك، مفيش مشكله خالص. طبعا هنا القطاعه هتدينا شكل ساده، فندي بس شكل كده حاجه بسيطه جدا، ان احنا هنخرمها بالشوكه بس مش اكتر من كده. وبرده هاخدهم على طول هنقلهم في الصينيه بتاعتي. التسويه بقى هندخلها الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 150، بالكتير قوي 160. هشغل من تحت الاول حوالي 5 دقايق، وبعد كده هشغل من فوق. تمام. قبل ما ادخلها الفرن بقى هبدا ان انا ادهنها دهنه من الحليب، ممكن صفار بيض عليه شويه من الخل وشويه من الفانيليا، وممكن شويه من اللبن البودر عليهم شويه من الميه، مفيش مشكله خالص. هحط بقى شويه من السمسم، هحط شويه من حبه البركه، شويه من الزعتر السوري، اي حاجه عندك مفيش مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت سمسم، ممكن تسيبي سمسم بس، ممكن حبه البركه بس، ممكن الاثنين على بعض. وكمان حطيت من شويه من الزعتر السوري، بيدي طعم حلو قوي. بعد كده بقى زي ما قلت لكم ادخلها الفرن الرف الاوسط على درجه حراره 150 او 160. هشغل من تحت بس لمده 5 دقايق، وبعد كده هشغل من تحت ومن فوق، واطلعها تكون معايا طريه حاجه بسيطه عشان تنشف معاكي بعد ما تبرد. لان انت لو طلعتيها ناشفه من الفرن هتحجر معاكي وهتبقى قاسيه جدا جدا ومش هتعرفي انك تاكليها. تمام. هنا بقى اللهم بارك، شايفين الكميه من كوبايه ونص واحده من الدقيق؟ ما شاء الله. عايزه اقول لكم الكميه حلوه جدا والطعم في منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي صدقوني هتعجبكم جدا. لو الفيديو ده عجبكم بقى قوموا جربوها حالا واكتبوا لي تعليق حلو يشجعني ان انا استمر معاكم. وما تنسوش لو انتوا لسه بتتفرجوا وما حطيتوش لايك تحطوا لايك، ولو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.